غدا النهاردة سريع ومحبوب الملايين. هنعمل فراخ ستريبس مقرمشة مع مكرونة بالصلصة الحمراء السادة الخفيفة من غير توم ولا بصل. المقادير المظبوطة: للفراخ نص كيلو صدور دجاج أصابع، نص كوباية زبادي، ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، توم بودرة، بصل بودرة وبابريكا. للقرمشة كوباية دقيق، ملعقتين كبار نشا، ونص ملعقة صغيرة بيكنج باودر. للمكرونة السادة نص كيلو مكرونة مسلوقة، كوبايتين عصير طماطم، ملعقتين كبار صلصة معلبة، ملعقتين كبار زيت، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ورشة سكر عشان الحموضة. طريقة التحضير: تبلي الفراخ في الزبادي والبهارات لمدة ساعة. في حلة على النار حطي الزيت وانزلي بعصير الطماطم والصلصة والملح والفلفل ورشة السكر وسيبيهم يتسبكوا تماماً، وبعدين انزلي بالمكرونة المسلوقة وقلبيها. خدي الفراخ من التتبيلة وعفريها في الدقيق والنشا، واقليها في زيت غزير وسخن لحد ما تقرمش وتاخد اللون الذهبي. قدمي الستريبس فوق المكرونة السخنة. كانت معاكم زوزو، وبالهنا.